الإنسان يخاف. وأكثر ما يعني يتعب الناس في حياتهم إما حزن على ماضي، وإما قلق على وخوف من مستقبل. والشيطان إذا أدخل الإنسان في هذه الدائرة عاش الإنسان فيها شقيا وتعيسا، أن يجعلك إما تفكر في الماضي فتحزن، أو يجعلك تفكر في المستقبل فتخاف. ولذلك أول بشارة جاءت للمؤمنين ما هي؟ أول بشارة تأتي للإنسان عندما يقبل على الآخرة ويدبر عن الدنيا. ما هي أول بشارة تأتي؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تحزن على ماضي ولا تخاف من مستقبل، وأبشر بالجنة.